والروح القدس لأن واحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ضرد كل أمين. فلتحل علينا نعمته بركة الآن لأبد الآبدين لظهر الظهر كل أمين. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا، وعام سعيد مليان بركة وخير وسعادة، وربنا كده يجعله دايما عام تعويضات وعام لكل البركات. حابب أتأمل معاكم النهاردة في جملة اتقالت من الملاك للرعاة. قال لهم كده: وهذه لكم علامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. هذه تكون لكم علامة. لما رجعنا لليوناني في كلمة علامة دي لقينا ان هي مش علامة، لا، دي كلمة معناها معجزة أو آية. هتلاقوا في معجزة وفي آية في طفل عجيب هتلاقوه مقمطا ومضجعا في مزود. ومن كلمة آية دي أول ما نسمع كلمة آية نفتكر اللي قاله أشعياء في إصحاح 7. يقول: لكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعى اسمه عمانوئيل. وهنلاقي هنا ان اشعياء لم يقول معنى كلمة عمانوئيل، لكن في العهد الجديد لما الملاك بشر العذراء يقول لها كده: هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. كلمة عمانوئيل اتفسرت في العهد الجديد بس، وكأنه إشارة إن اليهود هيقابلوا المسيح ويشوفوه لكن لم يعرفوه. عشان كده في أشعياء لم يفسر لهم كلمة عمانوئيل، لكن الملاك في العهد الجديد قال لنا عمانوئيل يعني الله معنا. نرجع لأشعياء، ويمكن النهارده الكلام كله هيبقى على أشعياء اللي كتب الآية المشهورة: هل عذراء تحبل وتلد ابنا. ولو جينا نشوف هو أشعياء كتب الآية دي ليه، أو إيه قصة كتابة الآية، أحكيها لكم باختصار. أشعياء كتب الآية دي في إصحاح 7، في 6 إصحاحات قبل إصحاح 7. أول 5 إصحاحات هنلاقي أشعياء نازل سلخ في إسرائيل، ومنها الآية اللي كلكم حافظينها اللي قالها في الإصحاح الأول: السور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما شعب إسرائيل لا يعرف شعبي لا يفهم. كانت جملة يعني في منتهى الجراءة والقوة إن يقول على شعب إسرائيل كله إنه لا بيفهم ولا بيعرف. ودي قالها في مطلع الإنجيل، مطلع السفر، واحنا بنسميه يعني إشعياء ده الإنجيل الخامس، اتكلم على المسيح زيه زي الأناجيل ال4. ففي مطلع السفر قال لكل إسرائيل: أنتم ما بتفهموش ما تعرفوش. ولما جينا نشوف هو ليه أشعياء كان عنده الجرأة دي، لقينا ان هو كان قريب ملك اسمه عزية، كان تقريبا ابن عمه، فكان مسنود على عزية ده. وعزية كان ماشي كويس جدا مع ربنا لغاية ما عمل زيارة لمصر. المصريين قلبوا حاله، جاء زار مصر، لقى الفرعون بتاع مصر او الحاكم يعامل معاملة رئيس كهنة. هو مش رئيس بس، هو رئيس وكمان الكاهن الأعلى للقطر المصري، وممكن يتقدم له قرابين وممكن يتسجد له ويعامل معاملة إله. عجبه الموضوع، قال لك: الله، ما الملوك حلوين اهو والناس بتعامل الملوك حلو، امال عندنا ما بيعاملوناش ليه كده؟ لا، انا ارجع واخليهم يعاملوه زي الله. وبدأ يعك، عشان كده ربنا راح ضربه بايه؟ بالبرص. اول ما رجع اورشليم من مصر اتجرأ
وراح دخل الهيكل وراح داخل الى القدس. والقدس وقدس الاقداس مكان مخصص للكهنه فقط. فقال لك خلاص زي المصريين بيعاملوا الفرعون رئيس كهنه وبيسجدوا له ويقدموا له قرابين، اشمعنى الملوك بتاعت اسرائيل اللي يعني ما بيتعاملوش كده؟ دخل الهيكل ودخل القدس، راح ربنا ضربه بالبرص، يمكن اتأدب شويه بس كده بعد كده مات. فقال اشعيا خلاص كفايه كده، انا ما كملش. ربنا عشان يخلي اشعيا يكمل الرساله ويكمل خدمته، لان اشعيا خاف، قال لك ده انا بقالي 5 سنين عمال اشتم في اسرائيل واوبخ فيهم، والسند بتاعي مات، هيصطادوني بقى. فربنا قال له تعالى، وراه رؤيه. واشعيا كان كاهن، وراه رؤيه، كان جوه القدس وشاف المسيح وازياله تملا الهيكل، او شاف الله، ما كانش لسه المسيح اتجسد، شاف الله في الهيكل وازياله تملا الهيكل، وشاف الملائكه تسبحه وتقول له قدوس 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 رب الصباؤوت. شاف رؤيه جميله جدا. اول ما شاف الرؤيه قال كده: ويل لي فاني انسان نجس الشفتين. يا اشعياء ما انت بقالك 5 اصحاحات عمال تقول على اسرائيل ان هم نجسين. قال لك لا، ده طلعت كمان انا انيل منهم. انا لما شفت السماء وشفت العرش وشفت ربنا وشفت الملائكه، لقيت لا لا لا، الجميع زاغوا وفسدوا اعوزهم مجد الله. ليس ولا واحد، فيش حد يتزكى قدام ربنا. فقال له: ويل لي فإن إنسان نجس الشفتين. أنا يا رب مين؟ أنا كمان نجس الشفتين. أنا يا رب إن أنا أشوف العرش بتاعك. فجاله كروب، والقصة اللي أنتوا عارفينها، وراح واخد جمرة من على مذبح البخور وراح قال له: ها أنا مسيت شفتيك لا تصير نجسا. خلاص أنا طهرتك. والآباء كلهم قالوا إن الجمرة اللي اتخذت مع المذبح ودخلت بق أشعيا هي الجسد والدم اللي على المذبح اللي بيطهرنا من كل خطيئة. لما حصل بقى إن أشعيا اتمست شفتيه بالجمرة، الرؤية بتاعته وضحت أكتر. فقال لنا كده على المولود عمانوئيل. لو قال الجملة هو مش فاهمها، زيه زي كل بني إسرائيل مش عارفين من هو عمانوئيل. قال لك كده: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. قال ده صفاته. عمانوئيل ده اللي هيجي أنا شفته بروح الرؤية كده. ولو جينا نحلل الآية بتاعت أشعيا دي هنلاقي فيها 3 صفات و5 إمكانيات. يعني ممكن نقول صفات المولود الثلاثية وإمكانياته الخماسية. تاني نقول كده على المولود اللي هو عمانوئيل اللي بني إسرائيل ما كانوش يعرفوه، وبدأ أشعيا يكلمهم عنه، له صفات ثلاثية وإمكانيات خماسية. فأول سمة قالها أشعيا إنه ولد، يولد لنا ولد. وكلمة ولد يعني حاجة ضعيفة. لما بتيجي تشخط في عيل صغير تقول ايه؟ ولد، يعني صغير ضعيف. أرميا ذات نفسه قال كده: يا رب إني ولد. لما جه يدعاه للكرازة قال له: إني ولد لسه صغير ما أقدرش. وكأن أشعيا بدأ يكلمنا عن ناسوت المسيح، إن سيولد طفل، مش هيتولد خارق، مش هيتولد كبير على طول، لا طفل. والكتاب قال عنه كده: أما الطفل يسوع فكان ينمو في النعمة والقامة. إنسان كامل، ناسوت حقيقي، واخد جسد بشريتنا بجد، مش جسد وهمي، مش كان بيضحك علينا، لا جسد قابل انه يتعب، قابل انه يتألم، قابل انه يجوع، قابل انه يعطش،
ضعيف زيه زي البشر، لكن الفرق بينه وبين البشر انه بلا خطيه. فلما قال يولد لنا ولد كان يقصد ناسوت المسيح. ونعطى ابنا. طب ايه الفرق بين ولد وابن؟ لا، هو لما جاي يتكلم على كلمه ابن وكأنه بيرجع بالذاكره للاب لما كلم الابن. هكذا احب الله العالم، الله دي يقصد بها الاب، حتى بذل ابنه الوحيد، يقصد الابن. يتكلم على الصليب. فهنا بدأ يتكلم لا، ولد يقصد الناسوت، ابن يقصد اللاهوت. يعني هو انسان كامل واله كامل، انسان يحمل كل الصفات الناسوتيه، يتألم، يتعب، يعطش، يجوع، ينمو. فرق بس انه بلا خطيه، لكن في نفس الوقت هو اله. نعطى ابنا. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. عشان كده نقدر نقول ان الابن المولود اللي اسمه عمانوئيل ده هو انسان كامل واله كامل. صعب جدا على الانسان يبقى اله، لكن بسيطه جدا على الاله يبقى انسان. صعب جدا الضعيف يبقى قوي، لكن سهل جدا على القوي يعمل نفسه ايه؟ مش يعمل نفسه مجازا، لكن ممكن ياخد صورة الضعف. بنقولها في التسبيحة بشكل أبسط: أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. هو سهل جدا بالنسبة له كإله ياخد صورة بشريتنا، لكن احنا كبشر صعب جدا ناخد صورته الإلهية. لكن هو ادانا حاجة منها، ادانا النعمة. النعمة دي هي اللي قال عنها بطرس ان احنا آلهة، او ان احنا ناخد من الوهية ربنا دي في ايه؟ ناخد منه النعمة، لان النعمة دي صفة إلهية. لاقي كده في سفر الأمثال يقول كده سؤال: من الذي صعد إلى السماء ونزل؟ من الذي جمع الرياح في حفنته؟ من الذي سر الماء في ثوبه؟ ما هو اسمه؟ ما هو اسم ابنه؟ بيتكلم على المسيح بتعجب، هو مش عارف ده يحصل ازاي. سليمان بيتكلم على عمانوئيل وهو مش عارفه، مش عارف ده هيجي ازاي، هيبقى ازاي يتمتع بكل الصفات الناسوتيه كانسان وفي نفس الوقت عنده القدره الالهيه. المسيح يرد على سفر الامثال يقول كده: ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. اللي من السماء هو اللي قدر ينزل، هو اللي قدر يصعد. تمتع بكل الصفات الناسوتيه كانسان، وتمتع بكل الصفات اللاهوتيه كاله، فهو انسان كامل واله كامل. يبقى يولد لنا ولد. اتكلمنا عن ناسوت، اتكلمنا عن ناسوت. ونعطى ابنا، اتكلمنا على اللاهوت. الرياسة تكون على كتفه، والرياسة على الكتف لأن الكتف ده أكتر حاجة بتتحمل في الإنسان. ولما جم الآباء قالوا إيه الرياسة اللي ممكن تبقى على الكتف؟ قال لك الصليب. آدم كان رئيس العالم، وكان هو متسلط على كل الخليقة، وهو اللي دعا الحيوانات بأسمائها، وهو اللي سمى الفاكهة، وهو اللي سمى الحيوانات، وهو اللي سمى البحار، وهو اللي سمى النهار. رئيس العالم. لكن للأسف الشيطان خدعه وخد منه الرئاسة، فأصبح الشيطان هو الرئيس الجديد. بعد ما كان آدم هو الرئيس، الشيطان ضحك على آدم، خد منه الرئاسة. جاء المسيح ادانا رئاسة من نوع آخر غير اللي الشيطان نافس عليها آدم.
قال له لا، دي رئاسة من نوع آخر، رئاسة حمل الصليب. الشيطان ما يعرفش يعملها ولا الإنسان يعرف يعملها، بس ربنا طلب مننا إن احنا نحمل الصليب. فجاء ربنا ورانا نوع جديد من الرئاسة، هو حمل الصليب، وإن يكون مخلص. يكون مخلص. يبقى دول ثلاث صفات للمولود: يكون ولد وابن وريس. ولد وابن وريس. ولد إشارة لناسوته الكامل، ابن إشارة للاهوته الكامل، ريس يعني مخلص لأن الرياسة على كتفه فهو مخلص. ادي الثلاث صفات بتوع عمانوئيل طفل المزود. فاضل 5 إمكانيات. فاضل 5 إمكانيات. ممكن تقعدوا فوق ونفتح الشاشات. خمس إمكانيات ناخدهم بسرعة. أول حاجة قال عجيب. عجيب، أول ما نسمع كلمة عجيب نفتكر قصة منوح لما شاف الملاك، لما بشره بشمشون وقال له اسمك إيه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ اسمي عجيب، بتسأل عليه ليه؟ ونلاقي الملاك ده صعد من النار للسماء، فكان ظهور من ظهورات الابن في العهد القديم. اسمه عجيب. عجيب ليه يا رب؟ ليه اسمك عجيب؟ لاني عجيب في ميلادي، محدش اتولد زيي. عجيب في موتي، عجيب في قيامتي، عجيب في صعودي، عجيب في ان انا سوف اتي على سحاب السماء يوم الدينونه. فانا عجيب في كل شيء. عجيب في اني انسان كامل يحمل كل الصفات الانسانيه، وفي نفس الوقت اله كامل يحمل كل الصفات الالهيه. فانا عجيب. تاني نقطه، مشيرا. عجيبا مشيرا. مشير، اول ما تيجي كلمه مشير نفتكر سفر الرؤيا في كنيسه اللادوكيين او ملاك كنيسه لادوكيه. يقول له كده: اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. ده في رؤية 3 بيكلمه كده، يقول له انا عايز انصحك شويه نصايح. ايه بقى النصايح؟ قال له عايزك تشتري ذهب ويكون مصفى بالنار، يعني ذهب ابريس، ذهب عيار 24 بلغتنا. ثيابا بيض تسترك، وكحل عشان تشوف. اقول له رب طب انا هشتري منين؟ هو انا حيلتي اللضا؟ هو انا عندي حاجه اشتري؟ هشتري ذهب ده ازاي يا رب؟ يقول لك لا، ما انت مش هتدفع. طب ازاي اشتري ومش هدفع؟ طب ما تقول همنحك ذهب ببلاش. لا، هتشتري، بس هتشتري ببلاش. عارفين زي الاب كده اللي بدل ما يورث عياله يديهم حقهم في الميراث بيع وشراء. يقول لهم انا هديكم ميراثكم على حياه عيني، مش لما اموت تورثوني، لا، عشان ما تختلفوش مع بعض. انا هورثكم على حياه عيني، هديكم ميراثكم بيع وشراء. طب ايه الهدف؟ ما دام اداهم بيع وشراء، الناس بتوع القانون يعرفوا الكلام ده كويس، مفيش من منازع. ما ينفعش حد يجي يحتج على الميراث ده يقول انا ليا فيه. ده بيع وشراء. يبقى في نظر القانون ان الشخص ده لا يرث، او الشخص ده معهوش تركه بح على حياته بح، ما يتورث. طب ده ربنا اداهولنا؟ طبعا ده ربنا اداهولك في المعموديه، اداك نعمه الهيه مجانيه. طب انا اشتريتها بايه؟ اشتريتها بكامل ارادتي. انا بكامل الاراده رحت وقلت له يا رب انا تحت ايديك وعايز اورث النعمه دي، فربنا قال لي هديها لك مجاني. بس الثمن ايه؟ الثمن ارادتي. الثمن ارادتي.
يبقى الذهب اللي قال له اشتريه، قال له اشتري نعمه، خلي عندك نعمه. طب وايه الثياب البيض؟ دايما الثياب البيض في الكتاب المقدس ترمز للبر. والغريبه ان في سفر الرؤيا يقول كده: الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها. طبعا طبيعي جدا كل الستات اول ما يجي في دماغهم كلمه بيضوها يستخدموا ايه؟ مبيض. لكن بتوع الرؤيا ما استخدموش مبيض. الغريبه جدا ان استخدموا دم المسيح او دم الخروف اللي لونه احمر، واللي لونه احمر بيض الثياب. يقول لك كده: وغسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الخروف. دم الخروف اللي المفروض يخلي الثياب لونها حمراء خلاها بيضة. فده بر المسيح. طب كحل عينيك. كحل عينيك الاستنارة، والاستنارة دي بناخدها في المعمودية، وبناخدها في التوبة، وبناخدها في الاعتراف. خدها في المعمودية، يسموا كده سر المعمودية سر الاستنارة. المعمودية والميرون يسموه سر الاستنارة. ويكمل السر ده التوبة والاعتراف والتناول. فدول كلهم استنارة. ثالث صفة: قديرا، إلها قديرا. طب عنده القدرة على إيه؟ ده مولود طفل غلبان مضجعا في مزود مقمط بأقمطة، حاجة غلبانة جدا. يعني لا مولود في قصر ولا من عيلة غنية ولا أبوه ريس ولا أمه سيدة البلد الأولى ولا أي حاجة. يعني هيكون عنده القدرة في إيه؟ في حتة طفل غلبان مولود وسط حيوانات. إيه القدرة اللي عنده ده؟ قال له عنده قدرة على التغيير. واحد من الفلاسفة قال كده: تغيير العقول أو قرار تغيير القرارات في دماغ الإنسان أصعب من قرارات الحروب. إن أنا أعدل فكر إنسان مش بسهولة. لكن هذا الطفل المولود عنده قدرة على التغيير. يقدر يغير واحدة زي مريم المصرية كانت تعمل بالدعارة للقديسة وسائحة. يقدر يغير أغسطينوس لأسقف. يقدر يغير موسى الأسود قطاع الطرق الحرامي لقديس. عنده قدرة على التغيير. موهبة مستحيل تكون موجود في إنسان. عنده قدرة على التغيير. وأول مرة يستخدم كلمة قدير كان يستخدمها مع أبونا يعقوب. قال له: أنا الله القدير، اللي احنا بنقولها بالقبطي بيه بندقراطور ضابط الكل. عنده قدرة. آخر صفتين: أبا أبديا. أب أبدي، وعكس أبدي زمني. كل واحد فينا ما اختارش أبوه وأمه، هو اتولد لقاهم موجودين، ولا يملك القدرة على تغييرهم. مفيش حد يعرف يغير أبوه وأمه. وفي نفس الوقت هم مش أبديين، هيعيشوا فترة من الزمن. فهم فيهم صفتين: صفة إنه اتفرضوا عليا، صفة تانية إن هم مش عايشين معانا العمر كله. لكن لو جه كده كل واحد مثلا قالوا له: ايه رايك يا ابني، تحب تغير ابوك وامك؟ ممكن ناس كتير تقول لك: اه انا نفسي يبقى ابويا رئيس الجمهوريه وامي سيده مصر الاولى، او انا اكون مثلا ليا نسب مع الرئيس الامريكي، او يكون عندي، او يكون ابويا اغنى راجل في مصر او اغنى راجل في العالم، او على ترتيب الثروه على مستوى العالم. ممكن كل واحد يحلم بقى، ما دام في ايدي فرصه نغير ابويا وامي احلم. لكن ده مش متاح. لكن ربنا قال لك كده: الصفتين اللي اتفرضوا عليك في حياتك مع المسيح يتغيروا. ازاي؟ اول حاجه المسيح ما بيتفرضش عليك. ما اتفرضش، انت مختاره بارادتك، يا عايزه يا مش عايزه. فهو ما اتفرضش عليك زي ابوك وامك. لا، هو اب بس مش مفروض عليك، انت رايح له بكامل ارادتك. غير كده ابدي، ما بيتغيرش ولا بيموت. المفروض ان انت هتعيش معاه فتره على الارض وتكمل معاه في السماء. ده لو انت عايش الفتره على الارض مظبوط. يفضل
ابوك الى الابد، ابا ابديا يعيش معاك الى الابد. عشان كده بنقول في الانجيل اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يسيروا ابناء الله. يعني ان انت تبقى ابن ربنا هذا سلطان. اخر صفه رئيس سلام. وعشان نفهم يعني ايه رئيس سلام، افتكر ابونا ادم اول جمله قالها ربنا ايه؟ حد فاكر اول جمله قالها ربنا ادم لابونا اللي ربنا قال له ايه؟ سمعت صوتك في الجنه في ايه؟ فخشيت. كلمه خشيت يعني خفت. يعني السلام اللي جواك يا ادم عمل ايه؟ اتنزع. فقدت السلام، بقيت خايف. والسلام اللي اتنزع من جواك خلاك تختلف مع زوجتك، فالاسره اتكسرت. اول جمله قالها ربنا المراه التي ايه؟ اعطيتني. انت جايب لي واحده ست ودتني في داهيه، هي السبب. ما كنتش جبتها لي، ما انا كنت عايش من غيرها مرتاح. جبت لي واحده ست غوتني وبوظت لي دماغي، هي السبب. يعني اولا شاف ربنا، خاف، السلام اتفقد. السلام لما اتفقد كسر الاسره، قلب على حواء وقال له قدام ربنا هي السبب. يعني كان بيلبسها الموضوع بس ما عرفش، فخلاص الاسره اتكسرت، السلام اتنزع. لكن يجي ملك السلام يرجع السلام لقلوبنا تاني، يرجع السلام لقلوبنا تاني. ودي الخمس صفات في طفل المزود اللي شافهم أشعية. إن هو مشير، عجيب، أب أبدي، إنسان إله عجيب في كل تصرفاته، في كل أفعاله. إله مشير يديك الاستشارة والمنوع والاستشارة والفكر إن أنت تكون إنسان مرشد بروح ربنا. أب أبدي يفضل معاك العمر كله. رئيس سلام يديك سلام. دي الصفات اللي انت المفروض تاخدها من طفل المزود. ده اللي انت المفروض تطلع منه بالقداس النهارده. قول له يا رب انا عايزك تتولد في قلبي، تديني من صفاتك. انت اله عجيب وانا عايز اشوف العجب ده في حياتي. اله مشير، عايز اشوف المشوره دي في حياتي. اله قدير، انا عايز اشوف القدره دي في حياتي. ابا ابديا مش هتتخلى عني ابدا. ملك سلام، عايزك تحل بالسلام في حياتنا. ولربنا المجد دائما ابديا امين.